الثالث ما ورد طبعا عشرات الموارد المشاهد الكريم، يكفي أنها في البخاري. نعم. في البخاري وعلى شرط الشيخين. نعم. في مسند أحمد أيضا على شرط الشيخين. في مسند الإمام أحمد في المجلد 32 صفحة 423، مجلد الثاني والثلاثون الجزء الثاني والثلاثون صفحة 423 هذه العبارة. الرواية طويلة الذيل ولكنه أقرأ بعضها لأنه الآن ما أريد أعلق على الرواية اعتذارا للمشاهد لأنه ما عندي وقت أعلق على الرواية. يجمع الله عز وجل رواية عن أبي موسى الأشعري قال رسول الله يجمع الله عز وجل الأمم في صعيد واحد يوم القيامة، فإذا بدا لله عز وجل أن يصدع بين خلقه، يصدع يعني يظهر. نعم. حتى يرونه، مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون فيتبعونه حتى يقحمونهم النار، ثم يأتينا ربنا عز وجل ونحن على مكان رفيع فيقول من أنتم؟ هذول الناس ما يعرفوا. نعم. هذا الله ده يحكي وياهم بس ما يعرفوا. وهم يسألهم يقولون من أنتم؟ اللهم تبين أنا ما يعلم. اعطونا بطاقاتكم حتى تعرفون. هذول مسلمين مو مسلمين يستحقون الجنة. لا إلا الله. شر البلية ما يضحك. وشر البلية ما يضحك. فيقول من أنتم؟ فنقول نحن المسلمون. الله الله انتهي خلقه ما يدري بأن هذول مسلمين. والله يا أخي، وهذه في أهم كتبهم وصحاحهم إخواني الأعزاء. والله ما أدري ماذا أعلق على مثل هذه الروايات يعني. أنتم احكموا يعني. التزموا بأشياء فأدت بهم إلى هذا القول. والله لا وجايين مولانا. المشكلة أنه هذول واقعا ما أدري ماذا أعبل. هذول الذين لا يعرفون القاف من الفاء مولانا يتهمون المسلمين بأنهم لا يعرفون التوحيد. هو أنتم تعرفون التوحيد يكتب بالتاء لو بالقاف مولانا أصلا؟ واقعا سؤالي لعلماء الوهابية الذين يدعون أنهم أهل العلم فيهم، واقعا أنتم تعرفون التوحيد بماذا يكتب بالتاء لو بالثاء؟ يا منين أنتم تعرفون ماذا تعرفون عن التوحيد حتى تتهمون كل المسلمين؟ مئات الملايين من المسلمين كفار مشركين. ملأتم في هذه السنة البقاع المقدسة بالكراسات والسيديات وكذا لإثبات شرك وكفر المسلمين مولانا. هذا توحيدكم. أقرأ لكم مرة أخرى، هذا توحيدكم أعزائي. التفتوا جيدا. يقول فإذا بدا لله عز وجل أن يصدع بين خلقه مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون فيتبعونهم حتى يقحمونهم النار، ثم يأتينا ربنا عز وجل ونحن على مكان رفيع فيقول من أنتم؟ فنقول نحن المسلمون. فيقول ما تنتظرون؟ تبين لا يعلم من هؤلاء ولا يعلم ماذا يريدون. عملهم ما هو. لا ماذا ينتظرون؟ كل شيء لا يعلم. نعم. فيقول ما تنتظرون؟ فيقولون ننتظر ربنا عز وجل. قال فيقول وهل تعرفونه إذا رأيتموه؟ كأنه كل واحد مولانا متغدي معه ومتعشي معه. شلون يعرفونه؟ وصفه لهم ابن تيمية. نعم. بيني وبين الله إلا أحسنتم إلا أن يعرفونكم. تفضل أخي الدكتور، أنه يعرفونه على توصيف ابن تيمية أنه الشاب الأمرد مولانا، فيشوفوه يجدونه شاب أمرد مولانا لابس أحذيته من ذهب ولباسه قصير مولانا إلى الركبتين وساقاه من كذا وثوبه أخضر وفي مكان أخضر. إلا بهالطريق يعرفونه. وإلا من المسلمين الآن حتى أنتم الوهابية من منكم الآن يستطيع أن يدعي أنه رأى ربه حتى يعرفه يوم القيامة؟ من منكم يدعي؟ ولو ادعى والله يدعي كذبا وزورا، لأنه لم يثبت عند أحد أنه يرى ماذا في الدنيا. أنتم تقولون يرى وين؟ يرى في الآخر. على يقول وهل تعرفونه إن رأيتم؟ قلت لكم ما أريد أعلق على الرواية، ولكن والله يضطرني النص أن أعلق. وهل تعرفونه إن رأيتموه؟ فيقولون نعم. فيقول كيف تعرفونه ولم تروه؟ فيقولون نعم إنه لا عدل له. يعني شنو؟ يعني إذا كان الآخر متميز، يعني طوله مثلا 3 كيلومترات، عرضه في 5 كيلومترات، وجهه ما أدري كذا، عيناه مثلا كما يقولون أنه عين واحدة كالدجال عنده، لابد بهذه الطريقة يعرفونه. نعم.
فيقولون إنه لا عدل له، فيتجلى لنا ضاحكا. وهؤلاء مع الأسف الشديد تصوروا أن تجلى يعني ماذا؟ يعني صار مرئيا رؤية حسية، ظهر بالعين المجردة، وأسنانه من الضحك واضح. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نعم. التجلي مو ظهور للحاسة البصرية. فيقول أبشروا أيها المسلمون إلى آخر الرواية. إذن هذا النص الثالث يقول ماذا؟ يقول فإذا بدا لله. هذا همتين إذن ورد النص. نعم. قد يقول فاصلا قصيرا سماح سيد ثم نعود. نعم تفضلوا. تفضل. نعم. نعم مشاهدينا الكرام، استراحة قصيرة ونعود إليكم. تابعونا بعد هذه الاستراحة.